السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد من اخر الهواتف اللي خرجت في السوق واللي داير البوز بزاف، اللي هو الاوبو رينو 14. الا جينا نشوفوا الوضع حاليا، الاحجام ديال الهواتف ما كبيره ما صغيره، مناسبه جدا. 6.6 انش كتدعم معدل تحديث 120 هرتز، والالوان فيها واضحه بزاف، وزيد عليها تاتش سامبلين 220 هرتز، يعني تصفح والجيمنج والالعاب وداكشي كامل غادي يكون معاك واعر بزاف. من ناحية الأداء، الهاتف مجهز بالميدياتك دايمنسيتي 8350، اللي كيعطيك توازن بين القوة والاستهلاك ديال البطارية، ومعاه الرام حتى 12 جيجا، والتخزين يقدر يوصل حتى 512، يعني عندك مساحة كافية لأي حاجة. بالنسبة للكاميرات، كاين تحديد الكاميرات. الكاميرا الأساسية عريضة 50 ميجا بكسل، وكاميرا أخرى 50 ميجا بكسل التليفوتو، ثم 8 ميجا بكسل الزاوية عريضة، وكلهم كيعطيو صورة نقية في النهار حتى في الليل. أما الكاميرا الأمامية فهي 50 ميجا بكسل، مثالية لعشاق السيلفي والفيديو كول. بالنسبة للبطارية، ضخمة 6000 ملي أمبير. 6000 ملي أمبير الضعف ديال البطارية ديال الهاتف ديالي، اللي هو الآيفون 13 نورمال، يعني غادي تعمر معاك النهار كامل وحتى أكثر. وزيد عليها راه الشحن سريع 80 واط، ولكن 80 واط على حساب بلاصة. واش غادي يكون عندنا 80 واط في المغرب ولا غادي يكون قل، الله أعلم. الهاتف كيشتغل من الواجهة ديال الكولور iOS 15، مبني على الأندرويد 15، اللي فيه بزاف ديال الميزات بحال التخصيص سمارت فيتشرز والأمان المطوّر إلى غير ذلك. بالنسبة للثمن، قبل ما نمشي للثمن نقول لكم نعطيكم خلاصة. الأوبو رينو 14 كيعطيك شاشة قوية، أداء مزيان، كاميرا ممتازة، بطارية ضخمة، وشحن سريع، وهذا الشي كامل في أمان. كيتراوح ما بين، هذا غير تقريبي، ما بين 4500 حتى 5200 درهم على حساب النسخة والمكان اللي شريتيه منه. يعني ما تمشيش تشري من إلكترو بلانيت وتقول لي دابا غالي، الثمن غالي، لا. كخلاصة، ما ننصحكش أنا كاع تاخد هاد التليفون هذا. وبالتالي هذا فيديو غير للاستئناس وصافي، اللهم يسر. وما تنساوش تخطوا داك الجرس، الجرس والمتابعة، وفيها خير، اللهم يسر.